طيب خد بالك بقى من الجملة دي كويس جدا جدا، عشان الجملة اللي جاية دي هي مفتاح الحل بتاعك، وهي دي الحتة اللي هتخليك تعرف تحل كل الأسئلة على الدرس ده. تعالى يا باشا، ده كده subject علي، صح كده؟ وعندي مت، ده عبارة عن الفعل، وعندي منى هي عبارة عن المفعول. علي قابل منى، صح كده يا مستر يحيى؟ كده ما فيهاش اي مشكله. طيب خد بالك ان السبجكت ديت، السبجكت اللي هو معناها الفاعل بيجي في اول الجمله. هقولها تاني، خد بالك ان مكان السبجكت اول الجمله. يعني انا في السؤال في الامتحان مش هفكر في الفاعل دوت، مش هيجي في دماغي كده هوت كلمه فاعل الا لازم يا مستر يحيى يكون اول الجمله. تاني، السبجكت اول الجمله، السبجكت الفاعل